العوافي عليكم يا حبايبي. انا النهاردة هحكي لكم المثل بيقول ايه؟ زي العقربة قرصتها والقبر. كانت زينب متجوزة وسكن قصادها في الشقة اللي قصادها واحدة اسمها حمدية. كان زمان يا حبايبي الشقق والبيوت كانوا الناس بيبخروها عشان يسكنوا، لا كان فيها إيجار مقدم ولا كان فيها بتاع دوت تمليك ولا الحاجات ديت. يا دوبك تدفع إيجار الشهر يسكنوك على طول. سكنت قصادها حمدية، وكانت زينب أمها اديتها الذهب بتاعها، قالت خدي يا زينب ده كل تحويشة العمر وخلي بالك منه يا زينب. اديتها 4 غواشات وكردان وحلق و3 خواتم. وزينب شايلة الدهب معاها وهي بتدردس مع حمدية، قالت لها أمي ادتني الدهب بتاعها. وقالت لها طب ما الدهب ده مركون، طب ما تبيعي حتى غوشتين اشغلهم لك يا زينب حتى يوسع عليك وعلى عيالك وجوزك. المهم زينب راحت بايعة غوشتين واديتهم لحمدية، وحمدية كل يوم والتاني ايه تديها فلوس وتقول لها تقول لها يعني هي شغلة الدلالة بيع القماش والأشربات بيكسب كده؟ قالت لها اه يا زينب، بس حمدية عينيها على ايه؟ على بقية الذهب. قالت لها بقولك ايه يا زينب، ما نيجي نفتح دكانة وانت يا زينب شاطرة في الخياطة، نجيب قماش والناس اللي عايزك ايه تفصل لها، ونجيب طرح وتفصلي نبيع هدوم كمان جاهزة، بحيث يا زينب تشغلي الفلوس اللي معاكي عشان بعد كده تشتري بيت وجوزك يقعد قصادك ويبقى هو صاحب البيت وانت مرات صاحب البيت. وقالت لجوزها على اللي قالته حمدية، وجوزها فرح وراحوا فعلا باعوا كل الذهب وأجروا دكانة. وبعدين ادوا الفلوس كلها لحمدية عشان تروح تشتري قماش وتشتري طرح وتشتري مناديل بقوية وكده. يستنوا أسبوع أسبوعين إن حمدية دي ترجع وجايبة الحاجة، ما رجعتش. يسألوا عليها مش عارفين يعطروا عليها أبدا. وزينب تعبت وعيت وكانت هتروح فيها، وام زينب تدعي على حمدية وتقول منها لله زي العقربة قرصتها والقبر. وتمر الأيام والسنين وتبقى ببق الناس، والناس أي حد ينصب على حد ويخسروا كل اللي حيلته أو يخرب بيته يقولوا زي العقربة قرصتها والقبر. أما نصيحة خالتي تونا ليكوا يا حبايبي، وخلوها حلقة في ودنكم، إن احنا ما نديش ثقتنا للناس بطريقة زايدة كده وندي كل فلوسنا. لازم حتى لو دخلنا مشروع واللي الناس اللي قصادنا عارفينهم كويسين ما نخشش بكل فلوسنا، لازم نخلي جزء من فلوسنا نحتفظ بيه لأي تحسبات تقلبات الزمن. انت ما تعرفش بكرة هيحصل ايه، يبقى معاك فلوس زي ايام الكورونا والناس قعدت من شغلها. يا ولاد لازم تخلوا جزء من الفلوس لأي ظرف طارئ. والناس كمان يا حبايبي اللي بتخش بكل مرتبها اقساط، موبايل، تلاجة او غسالة، عربية، شقة، كل ده يا حبايبي ما ينفعش في وقت واحد.
درجوا متطلباتكم حاجة في حاجة عشان تخلوا حاجة تسندوا عليها، ما تعرفوش بكرة في ايه او ظروفكم هتبقى بكرة في ايه. مفيش حاجة مضمونة يا حبايبي. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.